يوسفني عزيزي المشاهد ان اقول لك شركه ابل كانت بتخدعك الفتره اللي فاتت دي كلها. عايز تعرف ازاي؟ تعال. اولا في ناس بيكون عندها معتقد خاطئ ان بطاريه الايفون او النسبه بتاع بطاريه الايفون هي الكفاءه الرئيسيه لبطاريه الايفون، رغم ان تحتها لو فتحت التليفون بتاعك هتلاقي ما كاتبه لك شركه ابل ده رقم تقريبي فقط، مش النسبه الصحيحه الكامله. فانت ما تجريش او ما تنزل نسبه البطاريه وروح بايع تليفونك وجايب تليفون جديد، مش مستاهله والله. تعال بس كده هقول لك على حاجه مهمه انت نسيت تعملها اصلا. انت ازاي وصلت للقطه دي في فيديو ولسه ما عملتش ولا اشتراكك الاجمد ولا لايكك الجميل؟ اعملهم واعمل لك كوبايه شاي او فنجان قهوه ويلا بينا نكمل باقي الفيديو. والله تعال اقول لك ازاي شركه ابل كانت بتخدعك الفتره اللي فاتت دي كلها. اولا شركه ابل ما كانش فيها حاجه اسمها نسبه بطاريه في تليفوناتها القديمه، فلما لقيت التليفون بيقعد مع المستخدم بالاربع والسبع سنين فقررت انها تضيف نسبه البطاريه. وده ليه؟ عشان تقنعك وتقنع غيرك انه يشتري ايفون بعد نزول البطاريه 80%، وانت تروح زي الراجل المحترم مشتري ايفون جديد. وده اللي عايزاه منك شركه ابل. لو ما عملتهوش انك تشتري تليفون جديد وكده برضه هتنفع ابل في مبيعاتها، انك هتروح تغير البطاريه في فرع رسمي عشان ما تشوفش الرساله بتقول لك ان القطعه دي غير اصليه، فانت برضه نفعت ابل ورحت اشتريت قطعه اصليه من متجرهم الرسمي وكده زودت مبيعاتها. ففي كلتا الحالتين سواء اشتريت ايفون جديد بدل اللي كان معاك عشان نسبه البطاريه، سواء غيرت بطاريه من فرع ابل الرسمي، فانت نفعت ابل ورفعت نسبه مبيعاتي. ففي كلتا الحالتين ابل مستفاده منك يا عزيزي المشاهد. تعال اقول لك خلي ابل ما تضحكش عليك ازاي. اولا نسبه بطاريتك لو نزلت عن 80% وتليفونك ما بيقلش عن الخمس ساعات سكرين وول تايم شغال بيه عادي، ما تغيرهوش. انت كده بتضيع فلوس بترميها على الارض وانت مش لاقي فلوس على الارض عشان ترميها. فتعال خليك تاني نقطه، ازاي ما تغيرش تليفونك؟ ما تغيرش تليفونك لو ما فيش تسريب في البطاريه، ما تلاقيهاش منك بتخلص بسرعه، سخونه زايده على البطاريه، مثلا التليفون بيولع منك جامد زياده عن اللزوم. الايفونات بتسخن عشان معموله من خامات بريميوم اللي هو معدن وقزاز، والقزاز والمعدن طبعهم بيسخن. لكن انت دلوقتي السخونه الاوفر قوي لو لقيتها فمن حقك تغير البطاريه وتغير جهازك. لكن ما تخليش شركه ابل يا عزيزي المشاهد انها تضحك عليك وتقنعك انك تغير تليفونك عند ما ينزل لحد 80% على طول. انا اعرف ناس كتير معاهم ايفونات نزلت عن 80% ويستخدموها عادي بشكل طبيعي. واللي يوسفني اقول لك ان الايفونات دي اصلا شغاله معاها ممكن تقريبا 6 ساعات ونص سكرين وول تايم، وده رقم كويس على تليفون تحت 80% في عالم الايفون. في ناس عندها معتقد خاطئ ان لو نسبه البطاريه 100% فضلت ثابته حوالي من 10 شهور او 9 شهور ان تليفونك كده كويس وانت استخدامك واو ومفيش منه اتنين. لا، احب اقول لك ان بطاريتك هيجي لها يوم وهتنزل وده الطبيعي بتاعها. اللي حاصل ان اصلا المعالج بتاع تليفونك مش قاري النسبه الصحيحه للبطاريه، فبعد تحديث هيقرا لك النسبه الصحيحه وهيفاجئك بعد اسبوع انها هتنزل 10%. دي النسبه الصحيحه اللي هتنزل لك بتاع بطاريتك. في ناس انا اعرفها شخصيا بتبقى بطاريتها بالعشر شهور ما تنزلش لحد 100%، عن 100% مش بتنزل. وفي موقف حصل ان اثنين اخوات اشتروا 14 برو ماكس، الاثنين فتحوا الجهازين في نفس اليوم. الاولاني جهازه بعد حوالي ما يقارب 6 شهور نزل 3%، والثاني ما بعد ما يقارب 6 شهور برضه ما نزلش ولا 1%، والاثنين استخدامهم يعتبر مقارب لبعض. ايه اللي خلى دي تنزل 3% وايه اللي خلى دي ما تنزلش ولا 1%؟ اللي خلى الاولانيه تنزل 3% هو قرايه المعالج للبطاريه كانت قرايه صحيحه، لكن الثانيه كان قرايه المعالج قرايه غير صحيحه، وهيجي لها يوم وتنزل وهقول عبد الله قال. وبعد مرور حوالي تقريبا سنه رجعوا ثاني الاثنين دول عشان يشوفوا نسبه البطاريه. الاولاني اللي نزلت 3% كانت 97 بقت 92%، والثاني 100% في ظرف اسبوع واحد فقط نزلت 8% البطاريه بقت 92%، وفي النهايه الاثنين بقوا 92%. احب اقول لك حتى بعد طول انتظار في بطاريه الايفون بطاريتك هترجع للوضع الاساسي والقرايه الاساسيه، فما تنبسطش قوي، لا انت تزعل عشان اصلا تليفونك مش قاري النسبه الصحيحه. الايفونات ال 15 وانت طالع على كل 50 دوره بتاخد 1%. يعني مثلا انت شاحن 100 دوره في تليفونك، لو لقيت تليفونك 98% او 99% فانت استخدامك ممتاز. لكن مثلا شحنه 100 دوره وتليفونك مثلا 96% فانت استخدامك تقيل حبتين ثلاثه على التليفون، فحاول تخفف من استخدامك. من اول الايفونات انت ونازل من 14 برو ماكس وانت ونازل تقريبا حتى ال 11 او ال 10 اكس ماكس، الايفونات دي من كل ايفون 25 دوره 1%. يعني لو شاحن 100 دوره وانت 96% بطاريه ايفونك
فانت استخدامك ممتاز. لكن لو اقل من كده بطاريه ايفونك 100 دوره بس، فانت لازم تراجع استخدامك للتليفون. بس كده، احب اشكرك انك كملت بالجزئيه دي. ما تنساش بقى تنزل تدعمني باشتراك عشان نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت. سلام يا رايق، ونهايه الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام.